السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم خير ان شاء الله، ربنا يجعلها سنة خير. ويا ريت تدعموني باللايكات كتير، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وشاركوا الفيديو مع حبايبكم ان شاء الله. انا هنزل لكم فيديوهات وهبقى عند حسن ظنكم ان شاء الله. النهارده هعمل لكم طبق المخلول ان شاء الله هيعجبكم قوي. المخلول دي من المأكولات البحرية، يعتبر مقبلات، يعني ممكن يتاكل ني. نحطه عليه ملح وبعد ما نحط عليه الملح نسيبه شويه لما يتخلل كده في الملح، بنجيب ليمون ونعصره عليه. ولو عايزين تعرفوا الطرق التانية هنبقى نقولها لكم في فيديوهات تانية. هنا هنبتدي نغسل. لازم بقى هجيب طبق تاني واحط فيه ميه واطلع من هنا احط في الطبق التاني عشان الرمله اللي فيها تقع. وبعدين يا جماعة هي بتبقى أكبر من كده بكتير، الكبيرة بتفتح معايا بسرعة، دي مش بتفتح قوي لأن دي صغيرة وسط. الكبيرة بقى بتبقى موجودة في الصيف في شهر 10، ودي بقى من المأكولات البحرية اللذيذة، بتقوي المناعة وبتحمي من هشاشة العظام وبتحسن صحة القلب والأوعية الدموية وبتخلي الواحد يفقد الوزن كتير. يعني فيها بروتين وفيتامينات عالية جدا ومفيدة للأطفال والكبار. مشكلتها بقى في التقشير بتاعها، بتتعب بقى في التقشير، لكن هي لذيذة جدا في الأكل، حلوة. هنا انا بدلق المية علشان المية هتشوفوا دلوقتي في الطبق فيه كمية رمل نزلت، فهقعد بقى اغسلها من الطبق ده للطبق ده لحد ما المية تبقى نضيفة خالص مفيهاش ولا رملاية. شايفين الرمل ده؟ الرمل يا جماعة اللي انا بتكلم عليه ده. طبعا لو احنا كلناها بالرمل هتتعب الكلى، احنا لازم نغسلها كويس. هنا بعد ما شطفتها كذا مرة كويس قدامكم كده بحط خل عشان لو فيها ريحة من البحر تروح منها. واقلب بقى عشان الخل يدخل في كل مكان فيها بالشكل كده. بسم الله ما شاء الله عليها. وكده هبتدي اشتغل في التسوية. هجيب الجوب بتاعي وسخنه قوي، حط الزيت ما يسخن الزيت قوي بقى. وبعدين ما تنسوش يا جماعة تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل عليك يا نبي. كده لما الزيت سخن نزلت بيها نقعد نقلب نقلب نقلب. هي بقى لو المخلول دي كبيرة كانت كلها فتحت وانا بنزلها في الزيت، لكن دي وسط فما فتحتش كلها، فهنضطر ان احنا نفتحها بنفس السكينة على بايدينا. كده انا نزلت بالثوم، بعد كده نزلت بمعلقه هريسه حمراء، دي بقى حسب الرغبه. بتحبوا الشطه حطوها سبايسي، مش بتحبوا الشطه خلوها بالثوم وخلاص. والشطه حلوه بتدفي وبتساعد على تدفق الدم. كده نزلت بالملح والزعتر والجنزبيل وسماق كمون زعتر اخضر، وبعدين كزبرة ومرقة وجوز الطيب وفلفل اسود وليمون، عصير ليمونتين كده كبار حلوين. نقلب بس. وهي بقى تشرب من البهارات بتاعتها والمية والزيت
وعند واحدة لقيناها حلوة خلاص هنطفي النار وبألف هنا وشفا على قلوبكم وقلوب اللي هياكل. كده حطينا فنجان مية صغير، تبقى تستوي شوية تاخد وتدي مع نفسها. في جزء فتح وفي جزء مفتحش. ليه؟ لأن هي وسط ما بتفتحش بسهولة، بس في الغسيل بيقع الرمل كله، ولما تيجي تدوقها تلاقوا ما فيهاش رملة خالص. هي جميلة برضو حلو، بس الكبيرة بتفتح بقى معايا لما بعملها كده. الكبيرة دي بتبقى في شهر 10 بالطلب بقى ومش موجودة كتير، وقعدنا ندور عليها كتير عشان نلاقيها. كده هي استوت ونبتدي نغرف، وبالهنا والشفا. ما تنسوش الاشتراك في القناة، لايكات كتير بقى، وشيروه مع حبايبكم الفيديو. واللي بيحب المخلول يجمع هنا ويشوفها ويقول لي رأيه، واللي عنده طريقة جديدة او احسن من كده ياريت يقول لي ويعرفني برضه، انا مش زعلانة. باي باي.